السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بالجميع. إعلاننا النهارده الريفيو بتاعنا النهارده عن عربية شيري تيجو 7 موديل 22. العربية فابريكا بره وجوه، عاملة 28,000 كيلو، كل سياراتها في التوكيل. العربية استخدام جميل قوي. العربية أعلى كاتيجوري فيها. العربية تعد من العربيات الاس يو في. إيه كماليات العربية؟ إيه بيانات العربية؟ إيه مواصفات العربية؟ هنتفرج على العربية وهنعرف كل حاجة عنها، وهنعرف معلومات سريعة عن العربية من بره، وعن أوضة الموتور، وعن الصالون، وعن كل حاجة فيها. قبل ما نفتح صالونها وقبل ما نعمل أي حاجة نعرف بس بعض المعلومات السريعة. العربية معانا 1458 سي سي تربو، 16 صباب، 4 سلندر، 145 حصان، عزم اقصى الدوران 210 نيوتن متر. نظام الدفع بتاعها دفع امامي. السرعه القصوى بتاعت العربيه 185. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 11.6 من 10 ثانيه. تسارع كويس، لا بطيء ولا سريع، بس ممتاز ماشي الحال. العربية بتستهلك في ال 100 كيلو 6.3 من 10 لتر، يعني كل 100 كيلو تستهلك 6 وأقل من نص لتر. خزان الوقود بتاعها بيستوعب 57 لتر. العربية مزودة بفتيس 6 سرعات دي سي تي، ده غير السي في تي. ده نظام جديد نازل على العربية الشيري تيجو. نظام فتيس 6 سرعات، مزودة ب6 سرعات. العربية مزودة بجنط سبور 18. طول العربية 4505 ملم. عرض العربية 1837 ملم. ارتفاع العربية من الأرض لمستوى السقف 1670 ملم. ارتفاع العربية عن مستوى الأرض لغاية الأرضية بتاعة العربية 210 ملم. وزن العربية 1440 كيلو جرام. خدنا بعض المعلومات السريعة على العربية، وهنفتح الصالون ونشوف شكل الصالون، شكل العربية من جوه. العربية النهارده تعد من العربيات الاس يو في. العربية أعلى كاتيجوري، أعلى فئة في موديلها أو في فئتها. زي ما احنا شايفين مع بعض، السقف بانوراما، فرش جلد مخبل كده، يعني ليه مخدات وليه جوانب ومفصل، وتحس القعده فيه جميله قوي ومريحه جدا. زي ما احنا شايفين شكل التابلو، شكل العدادات. العربيه مزوده باير باج تابلو. العربيه فيها كماليات كتير. زي ما احنا شايفين العربيه ما شاء الله بالاكياس بتاعت الفابريكا على الشماسات زي ما هي. قلنا العربيه فابريكا بره وجوه. فرش جلد اعلى كاتيجوري، مرايات ضم، والعربيه مزوده باشارات مرايات في البيبان، استوفات نيكل، روف راك. نسينا نقول وفي العياده افاده، العربيه مزوده بسماعات اماميه في البيبان وسماعات خلفيه واماكن تخزين في البيبان، تكييف خلفي بنحاول ان احنا نوضحه معانا. شكل التابلو او المقصوره من الخلف. العربيه غنيه في كمالياتها، غنيه في مواصفاتها. العربيه ثبتت وجودها وثبتت القبول في السوق المصري واثبتت جدارتها. الضمان بتاعها ضمان غبور. عندي مخدع نص للكنبه الخلفيه، مخادع راس خلفيه ومخادع راس اماميه. الفرش بتاعها شيك قوي، مزود بخياطه بيضه كده في الاسود بمنظر جميل، خياطه هاند ميد. عندي ارباجات غير اللي في التابلو في الكراسي. العربيه وسائل الامان فيها كتير. شكل البيبان بتاعتها نفس الكلام برضو، مزوده بخياطه هاند ميد في البيبان، في وسط الفرش الجلد في الباب، اوكر نيكل. فريم في الباب برضو نيكل او
معدن كده نيكل كروم غامق شويه، مش زي الاستانلس. زي ما احنا قلنا العربيه مزوده بشنط سبورت 18. شكل الخلفيه بتاعت العربيه ضمانها 5 سنين او 150,000 كيلو. المالك الاولاني مزود الضمان للعربيه 50,000 كيلو كمان. يعني العربيه تعتبر فيها ضمان 200,000 كيلو ل7 سنين. زي ما احنا شايفين العربيه فابريكا بفضل الله. مساحه الشنطه بتاعتها بتستوعب 414 لتر. طبعا لو طوينا او نزلنا الكنبه الخلفيه دي العربيه الشنطه هتبقى كبيره جدا. الاستبن، مكان الاستبن وملتزمات الاستبن نشيل مع بعضينا. زي ما احنا شايفين اساسيات العربيه عامله ازاي. الله اكبر. العربيه كل صيانتها الوكيل. العربيه عامله 28,000 كيلو. صيانه ال 30 معموله قبل ميعادها. عندي نظام برضو الفرشه بتاعت الشنطه ممكن اخليها مستوى عالي كده وممكن انزلها لمستوى اقل. مزوده برف خلفي مانع وحاجب للرؤيه بتاعت الشنطه. الفوانيس الخلفيه بتاعت النمره زي ما احنا شايفين كده ليد بلون ابيض شيك قوي. العربيه ثبتت وجودها. تعد من العربيات زي ما قلنا الاس يو في. فوانيس ليد اماميه، فوانيس ليد خلفيه، سنسور بارك، كاميرا خلفيه. حاول ان احنا نوضحها معانا. العربيه الاوبشن فيها كتير، كمالياتها كتير. زي ما احنا شايفين العربيه الحمد لله بفضل الله بحاله الفابريكا. زي ما شفنا في الجنب اليمين هو نفس الكلام في الجنب الشمال ونفس الحاله وهي نفس العربيه. العربيه ما شاء الله على حالتها. صاحبها الاولاني كان مهتم بيها جدا. بنحاول ان احنا برضو بنجيب العربيات من المالك الاول بيكون محافظ عليها. نفتح باب السواق وهنشوف بقى ايه ده اللي فيه كل حاجه. ده اللي فيه التحكم كله في العربيه، من كونتاك لازاز لدفتيس لباور لمالتي فاكشن. في كل حاجه التحكم في العربيه كلها من باب السواق. زي ما احنا شايفين ستيكر ببيانات ضغط الكاوتش والاستبن. مفتاح الرباعي بتاع الازاز زي ما احنا شايفين مع بعض، واللوك والانلوك. العربيه مزوده بتويترات اماميه مع الباب الامامي. هنركب كرسي السواق او هنقعد على كرسي السواق وندور العربيه ونشوف شكل موتورها، شكل تابلوها. زرار التشغيل من هنا. العربيه عندي بصمه زي ما احنا شايفين. اول ما تلاقي كده تلاقي الاشعار شيري. عندي شاشه تاتش سكرين 9 بوصه، اندرويد، كار بلاي. بنحاول معلش كنا مزومين. جي بي اس. عندي بلوتوث. عندي التكييف بقدر اتحكم فيه تاتش برضو من هنا زي ما احنا شايفين. توزيع والحركات بتاعت درجه الحراره والكلام ده كله. عندي جي بي اس. عندي كار بلاي. عندي فواتير الصيانه وعندي الضمان السرعه الممتد بتاع العربيه. قيمه الضمان ده عشان اشتريه من الغبور 10,000 جنيه. فواتير الصيانه من الزيرو لغايه الكيلومتر. العربيه كان مالكها الاولاني محافظ عليها. عندي التابلو زي ما هو زي ما احنا شايفين او بنحاول نوضحه بالكيس بتاع الفابريكا على التكييف، ونفس الكلام على السكرينه بتاعت التابلو. يعني بنحاول نوضحه اهو. حتى الكلام الصيني مكتوب على العربيه. عندي الاستيكرات بتاعت الفابريكا بتاعت تفعيل الضمان. طبعا صاحبها المالك الاول اللي كان واخدها زيرو فعل طبعا الضمان والعربيه في داخل الضمان. وزي ما احنا قلنا اللي ليها ضمان ممدود. عندي البانوراما دي بتفتح على حركتين، حركه منها شراعه وحركه بتتفتح كلها. التحكم في الفتح والقفل بتاع البانوراما عندي من هنا سواء الستاره او الازاز. شكل التابلو بتاع العربيه. قفلنا الباب عشان نقدر نشوف. العربيه عامله 29,000 كيلو. عداد الار بي ام
عدادي الكيلومتر. عندي بقدر اتحكم برضو في الكمبيوتر رحلات، والتحكم في ضغط الكاوتش، اعرف ان الكاوتش اللي فوقيه فرد الكاوتش نايمه. عندي العربيه ومش حاجات كتير قوي. العربيه مزوده بدرج مكان للكان هنا بغطا او بكفر. عندي جراب او درج تاني تحت مخدع السواق مزود باليو اس بي، هنحاول نوضحه. وفي مخرج 12 فولت. العربيه مزوده بمنع تزحلق، نحاول نوضحه معانا. كمالياتها كتير العربيه، التحكم في منع التزحلق المرايات، نحاول نوضحها معانا في التصوير. هنفتح الباب عشان نعرف نجيب اضاءه. ظبط المرايات وظبط النور، الاضاءه الاماميه اذا كنت عايز اخليها واطيه او راميه لقدام. فتح وقفل المرايات، مانع التزحلق ومانع الانزلاق. وعندي زرار للباركينج، فرامل يد زرار. العربيات كمالياتها كتير، مواصفاتها كتير. شفنا العربيه من جوه، هنبطل العربيه ونشوف شكل العربيه او نشوف اوضه الموتور بتاعت العربيه. سامحونا لو طولنا عليكم، سامحونا لو قصرنا في حاجه، بنحاول نوصل لكم المعلومه كامله. شكل الموتور، العربيه مزوده بعازل حراره للكبود. زي ما قلنا العربيه كانت النهارده معانا 22 مصيانه كل الكيلومتر بتاعها، حتى الصيانه المسبقه معموله قبل اوانها. تشرفنا بيكم، تشرفنا بمشاهدتكم، بنكبر بيكم، بنكبر معاكم. يا رب نكون وصلنا لكم المعلومه كامله والمشاهده زي ما انتم عايزين. وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل في فيديو تاني بعربيه تانيه باسلوب احسن بتصوير افضل. وزي ما قلنا معاكم او كل مره بنقول معاكم وفي الختام سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.